السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومتابعات قناة يوميات ربة بيت. أسعد الله أوقاتكم يا ربي، ويعيد عليكم هاي الأيام الفضيلة بالخير والصحة والبركة والعافية يا ربي. اشتاقيت لكم هواية يعني حابة إني أرجع، بس عتبي شوي من على قلة التفاعل على الفيديوهات اللي دا أنزلها. أبدا ما دا ألاقي أي تفاعل من حبايبي وأصدقاء صفحتي ومتابعيني. أتمنى اللي يسمع صوتي ويشوف الفيديو يحط اللايك ويدعمني باللايك، يعني لايك بيا وبلاية، الاشتراك مدفوع والأمور تمام، يعني ما راح يأثر عليكم، بس هو دعم منكم تقدمون قناتي لأختكم بالله. يعود عليكم الأيام يا ربي بالخير. وين وصلتوا، وش نظفتوا، وش سويتوا؟ أتمنى كلكم أموركم تمام. جايبت لكم اليوم أريد أسوي وياكم مخدات. محتاجة عندي نقص من المخدات. طبعا المخدة الجاهزة أسعارها غالية، يعني المخدة تقريبا 800 غرام بدينارين، ومجرد ما الواحد يشتريها بعد شهر زمان تهفت وتصير مثل رقيقة جدا، يعني ما تتحمل حتى الواحد ينام عليها. هاي التشيس الجاهز 1000 غرام، كيلو كامل يعني. قال لي هاي أوفر لك، بس هذيك الجاهزة يكون بيها كيس يعني متخيط، وهو مادة خاصة، يعني ما أعرف شلون الروب مال العمليات. فأني قلت لا، أخذ 1000 غرام وأني أسوي مخدة بالبيت. أخذت كيسين ب4 دنانير، قلت على أساس إني أسويهن، أريد 3 مخدات، محتاجة المخدات، فقلت أسويهن. هسه طبعا الكيس الأساسي مالت المخدة من أي قطعة قماش عندنا إياها. أني هذا عندي يا شرشف قديم، ما بحاجته يعني. قلت راح أطلع منه أسوي اللي إحنا بالعراق نسميها الشلتة، أو الكيس الرئيسي، هو يعني الأساسي اللي بعدين ألبسه. أنا أريدها على هذا المقاس، هذا مقاس اللي الستاندر اللي كل مخداتنا بالبيت نلبسها، هذا الوجه. فراح أقيس طبعا وأخذ يعني المقاس وأسويه، بس قبل كل هذا أريد أقول لكم إنه هاي أهم فقرة بيها إنه نطلعها ونبدي ننفش بيها. طبعا راح أكون وياكم بالخطوات أراويكم، بس ما أريد أطول لكم الفيديو، انتو بلا شي مالين مني. هنا سويت القماش، سوت عندي تقريبا بس على قد مخدتين. هنا أنا أرجع أساويها حسب الطول اللي أنا أريده. طبعا الكيس الأساسي مال المخدة ما يحتاج إنه ننطيه هواية، ما يحتاج ننطيه هواية زيادات. ليش؟ لأن أنا راح أعبيه ومجرد أخيطه من الطرف، يعني مثل الكيس راح أسوي. بس أريد من هنا طبعا أنطي السانتي هذا مالت الخياط، حتى شنو أخذ راحتي بالخياط ما يطلع الكيس ضيق. تمام. نعم، أنا هيك المقاس زين، بس أرجع هسه أفصل الكيسين من بعض. طبعا ومثل ما قلت لكم أي قماش عندكم إياه، شرشف ما تردوه، وجه ما محتاجيه مليتوا منه، تقدرون تسووه. هسه كل اللي راح أسويه أقلب ال ال التشيس هذا على القفل،
وأبدي أنطي خياط منه وخياط منه طبعا، وأتقل الحواف. تمام. وأراويكم إن شاء الله إيش راح أسوي. هنا أبدي أخيط. أبدي أخيط الإطار الثاني. طبعا اللي عندها ماكينة حبكة أو بإمكانها إنها تحبك اللي هي الأوفر، تقدر تسوي هاي الطريقة. واللي ما عندهم مثلا بالبيت، يعني كان بإمكاني إني أسويها يم زوجي بالمشغل، بس ما أحب يعني، لأن مسافة، وأشوفها إنه بالبيت أريح لي. أسوي راح أبدي أنفش بيه هاي الطريقة. أنفش بيه شوية، أخليه يصير مو مكتل حتى يضوجنا بعد فترة من النوم على المخدة، تصير مثل تكتلات هيجي. لا، احنا نفتحها وتصير عندنا مخدة منفوشة ومريحة. طبعا هذا ينغسل بعد فترة، يعني من تحسون انه تحتاجون تغسلوه، ينغسل عادي بكل سهولة بالغسالة. ابدي هيك اظل انفش بيه الى ان احسه كله تضاعف حجمه. حتى اعبي المخدات، ابدي اعبي الفراغات. اهم شيء النتوءات هذني مالتها، ابدي هيك بيدي كل فراغ اعبي بيه. وشوفوا حبايب، هنا أنا سويت 3 مخدات، يعني تقريبا تشيس ونص، تشيس ونص، لا 3/4 تشيس. كل مخدة صارت 3/4 الكيس تقريبا. مخدة طبعا سويتها تتحمل، وإن شاء الله يا ربي. طبعا هنا أنا عبيتهم بالأكياس، وهنا أنا خيطتهم بالإبرة والخيط، غرزة البطانية كليتن هنا كلها. وهسه جاهزة أخلي لها أي وجه أريد أخليه. أتمنى يعجبكم الفيديو. ممكن استفدتوا من هاي الفكرة، إنه الواحد بدل ما يشتري تشيس جاهز يهفت بسرعة وما نستفاد من عنده، نشتري تشيس أو تشيسين ونقدر نسوي كذا مخدة. إذا عجبكم الفيديو أتمنى تدعموني باللايك، وأتمنى التفاعل على الفيديو. أتمنى يعني منكم دعم إلي بهاي الفترة، لأن والله بسبب عدم التفاعل أنا مدى أقدر أنزل أي فيديو متربطة، لأن أقول يعني على شنو الواحد يسوي شي ومن دون ما أحد يتفاعل وياه ويشاهد الفيديو أو فشي. فأتمنى بهاي الفترة تدعموني باللايك. اللايك ما راح يخسركم حبايبي ولا أي شي، بس يكون الفيديو مرتفع
ويقترح اليوتيوب للأشخاص والمتابعين، واللي ما مفعل الجرس أتمنى يفعله. يا ربي بهاي الأيام الفضيلة يفتحها بوجهكم وتشوفون أحلى أيام، ويعدي علينا هاي الفترة الصعبة يا ربي بأحسن حال. أشوفكم بفيديو جديد أنا وأنتم إن شاء الله بأحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.